بسم الله، السلام عليكم شباب. اليوم ان شاء الله اشترينا هوائية سنوفيك بي 35 راح نفتحها ان شاء الله. بسم الله. هذه الهوائية طبعا هي تجي بهذا الشكل، تجي كلها سوداء والقبضات مالتها بلاستيك مو خشب. اكو بيها يجي الصاج، اللون الصاجي، واكو هذا اللون الاسود. طبعا الافضل هو انا افضل الاسود، لونه مميز. واللي يميزها هذه البي 35 السنوفيك البي 35 عن البي 15 نفس الاداء ونفس الكفاءة، لكن الاختلاف السحب بهذا الشكل. الناظم مال السحب يكون منه، بينما بالبي 35 يكون هنا بالاخمس مالتها بالمؤخرة الهوائية. وهذا اللي يميز البي 35 عن البي 15 للسهولة، يعني من هيجي السحب يكون بسلاسة. طبعا هي جتي باللون الاسود قلنا، لكن للجمالية اكو هذا اللفاف بعدة الوان وعدة نقشات، فاني غلفتها بهذا اللفاف، هذا اللون العسكري. ضاف لها طبعا ضاف لها جمالية اكثر، وايضا حماية الها انه لا تتشخط. طبعا تجي وياها العدة مالتها الالنكيات، وتجي وياها هذه البراغي، تجي وياها هذه الواشرات البلاستيك للاحتياط، وهذه ايضا هذني الولفات مال البم، هذني يجني ويا البم ويا الناظور. تجي وياها طبعا تجي وياها علبة مال صكم هدية من ضمن يعني الكرتونة مالتها. يجي وياها بالكرتونة مكان مال ناظور، لكن من توصل لهنا تجي بلا ناظور، يعني نشتريها من التجار. فاشتريت لها الناظور نوع الديسكفري، ناظور ديسكفري، وهذا الكود مالته VTR 3/12/42. هذا نوعية جيدة، سعره $100. هذا شكله. هذا الناظور من هنا طريقة التصوير مالته، اليمين اليسار للأعلى للأسفل، ومن هنا تيجي بطارية هنا داخلية، وهنا التحكم بلون العدسة مال النيشان الزائد والأرقام مالتها. يجي الأسود هو الأساس مالته، ومن هنا من نفتح البطارية أكو بيه لونين، لون أحمر ولون أخضر تقريبا يطلع بهذا اللون. هاي حماية للعدسة الخلفية، وهذه تجي وياه حماية للعدسة الأمامية مالت الناظور. هذا شكله شي كلش مرتب وحلو، ديسكفري. نجي للبام مالتها. البام اكو نوعيتين، اكو كومبريسر واكو هذا اليدوي. طبعا الكمبرسر افضل واسهل كلش، لكن اللي ما عنده امكانية يقدر يشتري هذا البم.
نوعية جيدة، سعره ايضا 100 دولار، بدبل فلتر هنا اسفل البم، وفلتر مقدمة الصوندة مال البم. طبعا دبل فلتر للحماية من الرطوبة ومن الشوائب حتى لا تدخل للبطل مال الهوائية. هاي التفاصيله كاملة. هاي من هنا ينفتح وينسد، ومن هنا قبل لا ننفخ الهوائية بهذا الشكل. إذا نريد ننفخ الهوائية نجيب الهوائية، طبعا نخليها على فد شي تحت الهوائية للحماية إلها إنه لا تتشخر. من نريد ننفخها نجي أول شي نتأكد من العتلة هاي الجوة الولف مال التنفيس، هذه حتى لا يبقى هواء بداخل البم. ونجي هنا على هذا الفلتر الأمامي ونجيب هذا الولف مالتها، هذا بهذا الشكل، في ثقب من هنا هو اللي راح يخليه يدخل الهواء لداخل البطل مال الهوائية. نجي قبل كل شيء هاي العدسة مال الهوائية مال البطل مالتها تقرأ القوة مال الدفع بالبار 0 10 20 30 اللي هو الحد الخطورة الأحمر. الترس مالتها الطبيعي الحد 20، يعني 200 بار. لهنا تقفل فوقها بشوية ب10 أقل، هاي كلش جيد. لهنا جيد جدا، بحيث كل ما تطلع بيها طلعة للصيد تنزل ترجع لازم تترسها الحد 20. نجي هذا الولف مالتها اللي يترس نخليه داخل هذه الفتحة. اكو بالداخل من جهة البطل اكو زرف، نفس هذا الزرف مالتها بالضبط. لازم انت تخلي هذا من جهة واحدة بالولف، لازم نخلي هذا الثقب امام هذا الثقب اللي داخل هذا البطل حتى يكون الترس مالتها صحيح. نجي ندخله يتعشق بيها بالداخل بهذا الشكل، ندفعه يحبس للأخير، ونجي نسطحها بهذا الشكل. نجي ونتأكد طبعا من انه الولف مال التنفيس مال البم مغلق ومحكم الإغلاق. نجي ندخل هاي بيها نظام تنفتح هيج وترجع تكبس على الولف. وهذا ايضا هنا اكو فلتر هنا بالداخل ينفتح بين فترة وفترة، تتبدل هذه الكرات الصغيرة مال الفلترة. هذه هنا ايضا موجودة هنا بالداخل مال فلترة. نجي بهذا الشكل، لا ننسى انه ندفعها دفع هيك مو صحيح تنكسر. نسحب هذه العتلة لفوق ونشكلها ونقفل عليها قعدت صحيح. نبلش نجي ننفخ. هنا هاي العدسة هاي مال البم نفسها اللي بيها هنا نفس تقرأ نفس مال البطل مال الهوائية، نفس القياس ايضا. هنا الاصفر الاخضر والاحمر اخر شيء هي الخطورة. نقرأ هنا ايضا 0 10 20 30. الحد 20 لازم نقفل ما نصعد فوق 20. طبعا الكمبريسر افضل الكمبريسر لان الكمبريسر يكون اسهل واسرع. الكمبريسر اسعاره تتراوح بين 250 دولار وانت صاعد لحد 350 دولار، اكو ب 400 حسب نوعية الكمبريسر مال النفخ. هذا سعره 100 دولار لكن شوية بي جهد وبي تعب على الشخص عنده ملء
بطل الهوائية. بهذه الطريقة، لكن يظهر له تعب. على قولة أيهم الصياد أبو حسين يقول يسوي عندك عضلات. بهذه الطريقة نظل ننفخ إلى حين أن تصعد. طبعا يتراوح النفخ من 10 إلى 15 دقيقة حتى ينترس تماما بطل الهوائية، حتى يصل لحد 20 بار. مثل ما تلاحظون وصل هنا لحد 20 وهنا أيضا بالهوائية وصل حد 20. عبر بشوية قليل. نجي الطريقة اللي نريد نفسخ بها الفلتر. قبل كل شيء شو نسوي؟ قبل لا نفتحها من هنا، من هذا الفلتر الأمامي اللي بالصندوق لازم نجي على الولف مال التنفيس اللي أسفل البم، نجي ننفسها شوية حتى في سبيل يفرغ الهواء اللي بداخل البم. مثل ما تلاحظون نفتحها على كيف ما نفتحها بالأخير. مثل ما تسمعون لاحظوا العدسة تبدي بالنزول، ولا تخافون انه هذه العدسة جاي تنزل عبالكم انه راح يروح الهواء منها. لا، الهواء اللي بداخل البطل مال الهوائية يبقى محافظ. هذا الهواء اللي جاي يطلع مجرد الهواء اللي بداخل البام. هذا نجي نتأكد منه انه فرغ تماما حد الصفر، ماكو هواء. نرجع نغلقه قبل لا نفتحه من يم الهوائية. نجي ايضا نفس الطريقة نسحبه منه بهذا الشكل، نسحبه نفسخه. نجي نسحب هاي الولف ايضا من الهوائية. رجعت نلاحظ انه هسه انترست الهوائية، العدسة مالتها وصلت لل20 بار، اي ما يعادل 200 بار. الى هنا احبتي لا ننسى ان الناظور كيف يتم تركيبه. الناظور يجي بهذا الشكل. طبعا هذه السكة اللي تركب بها الناظور. يجي الناظور بهذا الشكل، يتركب بهذا الشكل، يقعد هنا بهذا الشكل. طبعا هنا هاي البراغي مالته يتثبت عليها بهذا الشكل، ويبدي عملية التصفير مالتها. ولازم من تصفرها على المدى القريب والبعيد. يعني مثلا الطير اذا على بعد 50 متر لازم تثبت التصفير على 50 متر. يعني قلنا التصفير مالتها اذا على 50 متر الطير لازم نثبت التصفير على 50 متر. وايضا اكو بيها نقلات. الصيادة طبعا يعرفون شنو النقلة بالزائد مال او الصليب نسميه مال التصفير مال الناظور. يعني مثلا كل ما تبعد مثلا ترفع او تنزل الصليب، حتى في سبيل تنزله نقلة او نقلتين او اكثر، حتى في سبيل يجي الهدف مالتك دقيق وصحيح. لهنا احبائي اصدقائي الصيادة
نسأل الله أن يوفقكم جميعا، ونسأل الله أن يرزقنا ويرزقكم ويرزق أمة محمد. لهنا ننهي تصويرنا إلى البندقية سنوبك 35.